السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال، اللهم أمين. النهاردة إن شاء الله عندنا بقى كده جوز فراخ بلدي محترمين، تربية إيدي يا حبايب قلبي، والفضل من عند الله سبحانه وتعالى. عندي جوز فراخ محترمين اهو. الفراخ دي نوعها هجين، انصحك بيها. اللهم صل على سيدنا محمد. الفرخه بتشيل 3 كيلو مرتاح يا جماعه. اهو انا ذبحتهم ونضفتهم، وعندي اهو هوريهم لك. بص بقى، هتحطيهم بقى في محلول بتاع الفراخ اللي هو عندك ملح، سكر، خل، ليمون، شوية دقيق، عندك طحينة حطي، عندك ايه تاني نقول؟ ايه، في ناس بتحط يا جماعة مستردة. انت وحريتك، انا ده طريقتي اللي انا بحطها. طب انت بتحطي السكر ليه يا حبيبة قلبي؟ اللي ما يعرفش، السكر ده بيطري اللحمة بتاعة الفرخ. حتى فراخ بيضة او فراخ امهات او فراخ فرخة رومي او اي نوع من انواع الطيور، السكر حلو قوي قوي، بيدي طراوة وطعم حلو. شفت اهو، انا بفتح لك قلب الفرخة وفيها عنقود البيض الصغنن ده. دي فراخ كانت بتبيض عندي يا جماعة. شايفة جسمها بيشف ويرف ازاي كده من النظافة اهو. وتجيبي بقى ليمون كويس اوي وتقومي عصرها، ومن بره ومن جوه. تمام. سبتهم بقى يتنقعوا كده اهو، وياخدوا ويدوا كده بشكل ودي. عندي هنا شوية بصل محترمين. انا هحشي الفراخ دي اهو. رز بلدي عادي خالص، غسلته وحطيته في قلب المصفى عشان يصفي ميته. وهقوم مقطعه البصل. عندك بصل ابيض حطي، بصل احمر حطي، اللي انت تحبيه واللي تفضلي. بس الرز اهو بوريك اهو. الخرط بتاعي بيبقى ناعم وصغير ليه؟ عشان ما تبانش في قلب الرز كده، يبقى شكلها ايه، مش عاطفي. وبرضك حسب ايه، حسب راحتك. احنا ايه، كل واحد يا حبايبي حسب راحته. اهو بقطع، شوف بنعمها قوي قوي خالص كده البصل. بس كتري البصل عن الرز، او زودي، يعني خليكي كريمه شويه في البصل. بقولك حطي لايك يا حبيبه قلبي، ما كنا نستحق منك. اهم حطيتهم على البوتاجاز. دي معلقه سمنه بلدي على شويه زيت عندك حطي. بتعمليها بالزبده الصفراء براحتك، بالسمنه العلب براحتك انت وارتياحك. بس معلقه السمنه البلدي بتدي ريحه كويسه قوي قوي للايه، للحشو بتاع الرز بتاع الفرخ اهو. وتقلبيه كويس قوي، مش عايزاها تستوي، مش عايزه يعني البصلايه تاخد لون يا قلبي، زي ما انت شايفه كده يا روحي. ايوه اهو، يا دوبك تدبل بس، واقوم حاطه عليها الرز وبهارات الرز الحشو. انا هقول لك عليها واحده واحده يا حبيبه قلبي، اكتبي معايا، اتفرجي ايه اللي انت ايه عايزاه. طب انا لو عندي فراخ بيضه تتحشي تتحشي، بس يعني تسوي الرز كويس قوي. انا هنا سويت الرز نص سوا عشان الفراخ دي عندي صغيرة. ايوه تقلبي كويس قوي قوي. عفوا. ايوه قلبي اهو. شوحيها وتحطي سنة مية بسنة مية. اهي البهارات اهي. هنا بهارات فراخ عندي جايبها من العطار اهو، كذا نوع بهارات. قرفة اهو، دي القرفة، سنة قرفة للي حابب، بتعمل طعم حلو قوي 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 للرز. وعندي مكعب مرق، وهنا شوية ملح بالشطة. عايزة تحطي شطة تحطي كمون، حطي جميع انواع البهارات اللي نفسك فيها. وهحط حاجة برضو يمكن في ناس كتير مستغرباها، هحط دبس رمان. دبس الرمان يا حبيبتي على الرز، الخلطة ده بيبقى كويس قوي قوي. وتقلبي عفوا. ايوه تقلبي، وسنة مية بسنة. تمام. الله، يلا قلبي معايا. طب ايه فايدة التقليب الكتير؟ اهو بحط ليكي دبس الرمان حبة كويسين، قد معلقتين كده ولا حاجة، بتدي طعم حلو قوي قوي برضو، ولون جميل للرز اهو. وتقلبي بقى، اهم حاجة ان الرز بتاعك ما يلزقش منك في قلب الحلة او الصينية اللي انت بتعملي فيها. شايفاكي يا اللي محطتيش؟ طيب اهو شويه ميه عاديه خالص، حطيها سنه بسنه كده وتشرب.
مش تزودي الميه مره واحده، لا، عشان الرز بتاعك ما يعجنش منك. شايفه ادي مطلعهولك اهو، الرزايه مفلفله اهو. شايفه طالعاه من ايه، من على النار. بوريهولك ده يا حبيبتي نص سوا، عشان هيكمل سواه في الفراخ. يلا يا حبيبتي، لو نفسك تعملي الاكله دي اديني بعملها لك قدامك خطوه بخطوه. اهي الفراخ اهي. طب هنا التكه في ايه؟ هتجيبي شويه ملح وبهارات اهو، هوريهم لك اهو، وتقومي دعكه بيها قلب الفرخه، بتخلي لحمها من جوه عسل اهو. وتدعكي بقى من بره ومن جوه وبين الجلد كده، توسعي بقى لنفسك كده. عايزه تحشي بين الجلد احشي، تكبري الفرخه وتخليها ديك رومي زي ما انت عايزه اهو. انا بوريكي وبفهمها لك حته حته كده، وانتوا طبعا شيفات، ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم ويبارك في رزقنا ورزقكم ان شاء الله. في ناس كتير يا جماعه ما بتعرفش تكتف الفرخه، في ناس بتحط بقى كده بالمعلقه، انا ما عنديش بقى، ما عرفتش ابصي، حطيتها كده وتقومي ايه حاشيه الفرخه زي ما انت شايفه كده، تحشيها كويس قوي. طيب انت خايفه انها تفرقع منك او الرز يطلع منك او كده؟ لا، لازم تهولها زي ما انت شايفه كده. شايفه التكتيفه اهو، انا بكتفها لك ايوه اهو. عايزه بقى تحطي رجل على رجل براحتك، عايزه تحطيها بخله براحتك، انا عارفه انا بعمل ايه. شايفه اهو، طلعتهم من مكان واحد زي ما انت عارفه. هنا بقى احشي الزور. انا كده هقوم شايله الزور ده خالص وقطعاه بالسكينه اهو، وهخليها فاضيه. بصي ادي هو بوريك ان انا قفلت الفرخه عشان ما الرز بتاعي ما يطلعش منه ويبوظ لي الشوربه. وعند اهو بوريكي ايوه بحشي الزور بتاع الفرخه، بيبقى طعمه خرافه يا جماعه. انا عندي اولادي بيتخانقوا على الزور ده، بيسيبوا الفرخه ويتخانقوا على الزور ده، لانك بقى ما بتحطيها بقى في قلب الفرن بتبقى مقرمشه كده وحلوه وزي الفل. احنا عملنا بقى الاكله الخفيفه الظريفه دي برضك عشان ايه الجو بدأ يبرد، وقلنا برضك نخلي الولاد ايه مبسوطين ونبسطهم. عملت ايه؟ ممكن بقى الاكله دي قدامك مثلا تعملي اي حاجه بقى، سلطه ورز، بطاطس ورز، اللي نفسك فيه. عندي برضك الميه بتغلي على البوتاجاز اهي زي ما انت شايفاها. هقوم حاطه الفراخ واحده عكس التانية. طب ليه عكس؟ ليه مش مع بعضه؟ عشان الحله عندي كانت يا دوبك واخداهم. وبرضك ما تنسيش تخرمي الجناب بتاعه الفرخه. طب ليه بتخرمي الجناب؟ عشان تسوي الرز اللي من جوه وتعملي له ياخد من طعم الشوربه يا حبيبتي اهو. شايفه؟ عشان الحله تعرف ايه تاخدهم. يلا يا حبيبه قلبي حطي لايك ان كنا نستحق اللايك. اديني بوريك اهو، انا لسه ما حطيتش اي حاجه. هقوم بقى حاطه البصل والبهارات واللورة. ادينا اهو استووا طلعتهم لك. شايفه شكلهم جميل ازاي؟ انا ما حطيتش اي حاجه يا جماعه، كانت الفراخ سمينه قوي فهي حمرت نفسها بنفسها زي ما انت شايف. وتفضلوا معانا يا احلى اخوات في الدنيا. يا رب اكون فدتكم. مع الف سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله.